حضرتك موجوده النهارده ليه؟ جاي اعمل شكوى عشان عايزه عيال. الواد يطلع بالتير على ولادي خدوهم ظلم ولفقوا لهم قضايا هم مشتركين فيها. مين اللي خدهم؟ اسم حلوان. وخدوهم هم نايمين وما عملوش اي حاجه وما لهمش اي سابقه خالص. ومعاهم الرخصه وشغالين، واحد شغال على التاكسي واحد شغال على الميكروباص. وما لهمش اي سابقه خالص. طب وهل رحتوا القسم تسالوا مثلا؟ راحوا القسم لحد دلوقتي ما لهمش اي حاجه خالص، وعايزاهم بس يكشفوا عليهم ويشوفوهم لهم سابقات، ولا سابقه خناقه ولا سابقه سرقه ولا لهم اي سوابق خالص. مخلصين الجيش ومعاهم الرخص وزي الفل ما فيهمش اي حاجه. رحتوا القسم حاولتوا تستفسروا عن سبب ان هم خدوهم؟ ايوه، عشان اتخانقوا مع امين شرطه. انا ليا امين شرطه جاري في حي شعبي واتخانق معاه ابني، قال له انا اعلمك الادب، مودتك ورا الشمس انا ما اعرفش حاجه. يعني لسه الظلم شغال. يرضى ربنا بقى ده؟ يرضى ربنا ان هم ياخدوهم وهم نايمين؟ راجل شغال على التاكسي ومعاه الرخصه ومخلص جيش، يرضى ربنا ده؟ والتاكسي اتاخد من قدام البيت. صاحبة التاكسي جت خدته في اليوم اللي هم خدوه فيه. انا مش عايزه حاجه، انا عايزه عيالي بس، مش عايزه حاجه خالص. انا كل اللي عايزاه عيالي ما اخدهمش ظلم. بيت اسم حلوان عمل لهم قضايا بلاوي كتير قوي. يعني الحريم ينط عليهم الناس الحراميه ويبهدلوهم وهم عيالهم في السجن. بس مش عايزه حاجه. من ضمنهم جوز بنتي، انا جوز بنتي سواق درجه اولى. انا كل اللي انا عايزاه اولادي بس، مش اكتر. 3 عيال واخدينهم مع بعض، وعيل واحد هو اللي اتخانق مع امين الشرطه، وامين الشرطه ده جاري جيران بس حلفوا اللي علمك الادب وخدهم ال3. يرضى ربنا ده بقى؟ عدة امين شرطه جاري يتخانق معاهم يلفوا قضايا مش قضيه واحده، قضايا منهم قضيه بنك الاولانيه، وبعد كده لما دخلوا القسم ادوهم زي ما هم عايزين، شيروهم زي ما هم عايزين. اسم حلوان ما عملوش اي حاجه وما لهمش اي سابقه. البطايق موجوده ويكشفوا عليهم لو لهم اي سابقه، لهم خناقه، لهم سرقه، مش عايزاها. ومن ضمن السواق، نعم انا عايزه عيالي، مش عايز اكتر من كده. كان عنده عربيه مرميه في الطريق بقالها النهارده سنه ونص سنتين، مش لاقي ياكل، مش لاقي يجيبها، مش لاقي فلوس يجيبها، ويقولوا عليه حرامي. ده راجل مخدرات كان جاب العربيه بتاعته اللي واخدينها. يعني لو كان حرامي كان جاب العربيه المرميه في الشارع، في الشارع بتاع شارع الديش اللي هو بيودي المنيا والصعيد وبتاع ده، مرميه بقالها سنه. دار المخدرات معروفين، وده مرميه بقالها سنه. يعني لو معاه فلوس ولا حرامي كانوا جابوها. يعني ده معروف وده معروف. يجوا يشوفوا ساكن فين وقاعد فين ويشوفوا البيت ايه شكله، بياكل ازاي ويشرب ازاي. بيت معرش بالخشب. ده تاجر المخدرات يعيش في اوضه خشب. اول مره تيجوا ولا قدمتوا الشكوى دي من فتره؟ لا احنا قدمنا الشكوى النهارده بس. اول مره اقدم انا الشكوى. حد استلم منكم الشكوى؟ واحد استلمها جوه وقال هرد عليك واتصل باسم حلوان، ولا رد عليا ولا اتصل بيا ولا قال لي اقعدي بره لما اجي.